جوزي جاي من السفر بيصحيني الساعة 10 بيقول لي قومي اعملي لي محشي كرنب. يعني ازاي الساعة 10 الصبح كده اقوم اعمل محشي كرنب؟ والله يا بنات زي ما بقول لكم كده، صحيت بدري جدا قلت ايه بقى، هنعمل محشي. طبعا ما انا ما اقدرش اقول له لا، ده تاني يوم لسه جاي. فقلت نزلت جبت كده كرنبايه صغيره، عايزه اقول لكم الكرنبايه المحندقه دي عامله 40 جنيه. يعني شفتوا بقى الدنيا عامله ازاي. قال لي عايز اكل محشي وعايز اكل لحمه، اسلقيها وحمريها زي ما بتعمليها، وشويه ملوخيه ناشفه وورق عنب بقى، وكتري عليه الليمون، وخلطتي بقى اللي ايه. بصوا اللي هتاكلوا صوابعكم وراها لو جربتوها في المحشي. صلي على النبي، وحطي لي لايك واشتركي في القناه لو أول. وتعالوا بقى نشوف المحشي وجماله، وازاي الخلطه تفضل معاكي حمرة كده، وسر التسويه بتاعته. كل حاجه هتعرفيها، بس ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه. جبت بقى كرومبا زي ما عرفتكم كده يا بنات، كنت لسه جايه اهو. والخضره كل حاجه يعني ايه جايباها فريش. بس الكرومبا زي ما قلت لكم هي غاليه، والله سعرها غالي 40 جنيه. المهم جبت معلقه سمنه بقى كده وحله عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. بس امنتك امانه لو وصلت للدقيقه دي من الفيديو ما تنسيش اول حاجه تصلي على الرسول، حطي لي لايك واشتركي في القناه لو لسه اول مره بتشوفون. بصوا يا بنات، انا معايا ماسوره ومعايا لحمه اللي هي بعظم، تمام. هو جوزي بيحب اللحمه اللي هي بعظم قوي. فاللهم صل على النبي، جبت اللحمه كده كنت غسلاها كويس ونقعها بليمون وملح من غير ميه. يعني انت بتجيبي اللحمه بتاعتك بتحطي عليها ليمونتين، وتحطي عليها شويه ملح من غير ميه، لان الميه لما بتحطوها عامه بتنقعوها في الطيور او في اللحوم بتزود الزفاره، تمام. معايا بقى البهارات اللي هو ورق لورا وحبهان ومستكه وجبيبه صيني وفلفل اسود حصى، تمام. طبعا الحاجات دي كلها بتخلي الشوربه طعمها حلو قوي. وانك انت تشوحي اللحمه، انا قلت لكم كتير بتفرق جدا في طعم اللحمه. طبعا انا نزلت بمعلقه سمنه اللي هي الصفرة دي يا بنات، عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي. هي مشكلتها انها غاليه، يعني عامله 400 وحاجه، بس طعمها في الاكل عايزه اقول لكم المحشي جبار بمعنى جبار، طعم وريحه. هنعمل كام تركايه كده مع بعض، انا عايزاكم تتابعوا الفيديو للاخر. لو انت لسه عروسه بقى متجوزه في حاجه كام حاجه كده فايتاكي، هتعملي المحشي بصي هتاكلي صوابعك وراه. انا بصوا في الشوربه حطيت طماطميتين، حطيت بصلايه كبيره خالص، وحطيت جزرتين. كتروا الجزر بيدي تسكيره حلوه للشوربه، تمام. وحطي مكعبين مرقه خضار، وطبعا نزلت بكاتل ميه سخنه. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان المحشي بيحب البصل، تمام. وعرفتكم برضو حاجه، اللي ما عملش المحشي بالثوم كانه ما كلش محشي خالص. معايا كده حوالي 5 بصلات متوسطين، يعني مش متوسطين قوي، كبار شويه، تمام. ومعايا قرنين فلفل وحوالي 5 فصوص ثوم. هنعمل خلطه حلوه قوي للمحشي. ويفضل طبعا يا بنات البصل الاحمر. نغسل بقى البصل بتاعنا كويس، وكنت نقع كده الخضره في ميه وخل، مكان بقى الارض وكده والحشرات يعني. اهم حاجه تنقعي الخضره بتاعتك اللي هي الشبت والبقدونس والكزبره في خل. انا جايبه من كل نوع حزمتين. نفرم بقى البصل كويس، نفضيه، ونجيب بقى الكميه. طبعا هنا الكبه بتاعتي صغيره مش زي اللي عند ماما، يعني ان شاء الله كده ربنا يسهل عايزه اجيب لي واحده، لان الكبه بتاعت ماما كبيره فبتاخد الكميه كلها مره واحده، البصل بالحاجات يعني بتبقى حلوه بصراحه، ودي حلوه جدا بس صغيره. نزلت بقى بباقي البصل مع قرنين الفلفل اللي هم السبايسي، و5 فصوص ثوم. خلي بالكم الخلطه دي حلوه قوي، ما تنسيش الفلفل. لو عندك بقى اطفال ممكن تستبدليه ممكن تحطي قرن فلفل واحد بس حراق كده يعمل طعم، مع واحده فلفلايه رومي. كمان هنعمله بحاجه كده اختراع يا كوتش، بس تابع الفيديو للاخر. طبعا انا مش في العادي بصحى بدري كده، بس ايه بقى الطلبات نعمل ايه. نزلت بقى زي ما انتوا شايفين بقطعتين كده من الحاجات اللي انا بقول لكم عنها اللي مش عارفه اسمها بقى، من العجل من الخروف، بتدي طعم حلو قوي، وعملتها في المحشي. ونزلت بصوا يا بنات في المية اللي هي بنسلق فيها الكرنب بملح وكمون، طبعا عشان الغازات والانتفاخات والحاجات دي. وعلى طول يعني ما بيكملش 5 دقايق، لان المحشي يعني الكرنب بتاعك يكون حلو، ان انت ما تسيبوش يستوي يتهري. لا بيكون ماسك نفسه كده، ما بياخدش وقت عامه. يعني بمسك واحده واحده بقى عشان التراب، اتاكد ان انا يعني بغسلها كويس. وطبعا الورق الاخضر اللي هو الفاتح مش الغامق ده بيبقى طعمه حلو برضو لما بتحشيه. والعروق بتاعته يا بنات بتاعه المحشي كلها حطيتها في الارضيه يعني، تمام. نشيل بقى معايا كام فص توم كده شلتهم، والم الحاجه حواليا. طلعت الليمونه علشان احطها على ورق العنب. طبعا وانا شغاله بقى في الاطباق اللي انتوا عارفين اليوم المحشي ده عايزه اقول لكم قلبان.
والله العظيم انا يعني انا لما نويت ان انا اعمل محشي قلت لا اخلي الاكل على يومين، علشان هو في حد ذاته متعب. يعني انا خلصت من هنا وخلاص، يعني فرهطت زي البورس اللي رشيته عليه برياسول. انا مش عارفه البورس ولا ايه اللي بيترش عليه برياسول، بس فرهطت والله العظيم يا بنات. طبعا عايزه اقول لكم ان انا دخلت في شهور بقالي فتره طويله قوي ما عملناش محشي في البيت، يعني فنفسنا كانت رايحه ليه. طبعا جوزي بقاله كتير فتره برضو كان. عايزه اقول لكم جميل، هنعمل كام تركايه يا بنات. طبعا اللي مجرب وصفاتي هتعجبكم جدا جدا جدا. البتاع اللي انا قلت لكم عليها دي، ماما سالت ماما قالت لي ايوه من الخروف. دهن مش عارفه اسمها ايه، بس بتقول ب250 الكيلو. طبعا احنا جبناه وقطعناه مكعبات كده يا بنات، وشايلاه في اكياس في التلاجة. ينفع بقى للحواوشي، للشاورما، للمحشي، بيدي يعني تيست حلو قوي في الاكل. بصوا ورق العنب سلقناه بقى، حطينا زيت وعصرة ليمونة وملح وخلاص. اول ما بياخد لون نزلت على طول عليه تحت المية الساقعة ان انا اغسله على طول. نمسح بقى البوتاجاز طبعا اتبهدل علشان اقدر اكمل بقية الاكل. شوية زيت عشان نعمل التسبيكة بتاعة المحشي. ونجيب بقى دي الدهون اللي انا قلت لكم فرمتها ناعم في الكبة. والشوربة عايزة اقول لكم زي العسل حوار. نقلب بقى كده كويس لحد ما الدهون دي تسيح معانا، بس اهم حاجه بننزل معاها بشويه زيت. ننزل بقى بالبصل اللي عليه الثوم بالفلفل، ونسيب الشويه دول على الجنب، هنحطهم على المحشي في الاخر يا بنات. يعني هنحط البصلايه دي نيه كده في الاخر. بصوا انزلوا بقى بنص معلقه فلفل اسود مع رشه ملح على البصلايه اول ما تحطوها بتاعه التسبيكه. بصوا هي حاجه بسيطه بس هتفرق جدا جدا في الطعم، وتدي للبصلايه ريحه حلوه قوي. معايا كده علبه صلصه طماطم نفضيها كلها، شايفين لونها عامل ازاي. عايزه اقول لكم الصلصه دي نوعها حلو قوي. نقلب بقى لحد ايه ما تفرق، يعني تطلع المواد الحافظه اللي فيها ويكون طعمها كده مسكر. نحط لها رشه سكر. ومعايا 3 اكياس طماطم، لان انتوا زي ما شايفين معايا كرومب، ومعايا نص كيلو ورق عنب، ومعايا كمان نص كيلو فلفل، فانا معايا كميه. فانا عايزه كمان الصلصه تكون حمرا وحلوه. تمام. اول حاجه بحطها يعني حطيت كده 7 بهارات حوالي معلقه صغيره، وننزل بمكعبين مرقه خضار ورشه السكر بس، وبقفل كده. والبهارات كلها الباقيه بحطها في الاخر قبل ما احشي يعني. بس دلوقتي بحط بابريكا. التوابل بقى في الاخر خالص لما اقفل لما اقفل على التسبيكه. انتوا فاهمين قصدي؟ تابعوا الفيديو انتوا هتفهموني. كده خلاص كانت سبكت. شايفين لونها عامل ازاي؟ ننزل بقى بالرز. طبعا الرز كان مغسول ومتصفي كويس. وادي الخضره قطعتها حتت صغيره خالص، اللي هي شبت وبقدونس وكزبره، معايا من كل نوع حزمتين. تمام يا بنات. طبعا كده التسبيكه بصوا ولا غلطه. شايفين لونها عامل ازاي؟ تقلبيها بقى كده كويس. كمان هنزل بمعلقه سمنه، لان انا نزلت في الاول بالزيت والدهون ده. حطيت بس معلقه سمنه دي هتدي طعم حلو قوي. ننزل بقى بايه؟ اللهم صل على النبي. فلفل اسود، دي كزبره، كزبره وفلفل اسود وكمون وملح. بنقلب. سبتها 5 دقايق على النار، وبعد كده خلاص هنفضي بقى الكلام ده كله. بصوا شايفين لونها عامل ازاي يا بنات؟ ننزل بقى بالخلطه. طبعا مسحت لان كان في شويه خلطه وقعت مني، مسحتها. وننزل بقى بالبصلايه في الاخر اللي احنا شلناها على جنب، وفصين الثوم بقرن الفلفل. وقلبيها كده، مش هتبان طبعا بس هتدي تيست حلو قوي للمحشي. بصوا بقى كده كنت لفيت خلاص الكرنب والفلفل وورق العنب، وحطيت على ورق العنب ليمون. وشايفين الشوربه ازاي صافيه وحلوه. نجيب بقى مصفى ونحط الشوربه. وخلي بالكم يا بنات عشان المحشي دايما، يعني في ناس ممكن تكون عاملاه صح بس بيطلع في الاخر لونه ابيض، لان انتوا كده بتكتروا الشوربه في الحله، بتعدي المحشي كأنكم غسلتوها. فاهمين؟ يعني انتوا بتحطي الشوربه بمقدار معين، ما يعديش مثلا الحله، ما يعديش الحشو. فاهمين قصدي؟ يفضل بقى معاكم لونه احمر وكده، زي ما انتوا شايفين لون المحشي معايا عامل ازاي. وبعدين تقللوا الشوربه عشان يطلع مفلفل معاكم، مش اللي هو معجن ومطلع رز ولازق في بعضه. بتحطي لها طبعا اول ما تغلي بتروحي موطيه النار خالص، وتحطي تحتهم اسمها ايه، الشياطه بتاعه الرز. معايا بقى الثوم عشان اعمل شويه ملوخيه ناشفه كمان. كده كان كل حاجه دخلت في السوا. شويه زيت ومعلقه سمنه.
طبعا دي الملوخية الناشفة على الطريقة الصعيدية كده. كل حاجة بصوا مفيش رز معجن، مفيش رز طلع بره الحشو لونه زي ما هو احمر يعني. اللهم بارك. نزلت بمعلقة توم، اول ما بتاخد لون بننزل بطماطمايه كبيره مبشوره. دي طريقه الملوخيه الناشفه يا بنات على الطريقه الصعيديه. وبعد كده الشوربه تمام بتاخد غلوتين بقى. بصوا عايزه اقول لكم الريحه يعني هي قلب الدنيا. ننزل بشويه ملوخيه ناشفه بقى ونضربها على طول بالمضرب اليدوي. بصوا تبقى مسكره قوي يا بنات. ننزل بقى علشان نعمل الطشه، معلقه سمنه كبيره ومعلقه الثوم عشان نعمل لها الطشه. اول ما تصفر نحط لها الكزبره وطعمها حلو قوي. بصوا المحشي لونه عامل ازاي، مفيش رز يعني بره اللي هو معجن او حاجه من كده، لا الرز نفسه من جوه مفلفل. وعايزه اقول لكم زي الزبده، الصباع زي الزبده. حطوا اللايك بقى يا بنات، امنتكم امانه. لو وصلتي للدقيقه دي من الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناه وحطي لي لايك حلو منك. نزلت بمعلقه كزبره ناشفه كبيره، نديها تقليبه. عايزه اقول لكم لو في اوبشن كده يخليكم تشموا الريحه، والله يا بنات هتجوعوا يعني. ريحه عايزه اقول لكم قلب الدنيا. المحشي ده جبار. هي بس يعني المحشي اساسه خلطه، وطبعا ان انت تسلقي الكرنب كويس ما يكونش مهري او حاجه زي كده. دي طبعا اللحمه بعظم، حطيت لها معلقه سمنه وملح وفلفل اسود وبحمرها. بصوا بقى الكرنب طبعا على الوش ده العروق بشيلها. تمام يا بنات. بصوا عامل ازاي، لونه عامل ازاي يا سيدي. طلعت اللحمه على الطبقين اللي هم الصغيرين دول. يلا نقلب برضو ورق العنب. مفيش حاجه لازقه معايا، مفيش رز طالع بره يعني، مش مكتره الشوربه زي ما بفهمكم كده يعني، مقدار حلو. والفلفل اهو عاملاه في حله لوحده ومش مهري ولا فاكك ولا مليان رز يعني. تعالوا اتغدوا معايا بقى والله تنوروني. بصوا بقى الشكل، شايفين العظمه. عملت بقى عزومه لجوزي النهارده اتشرف. خلاص يا بنات ده كان فيديو النهارده. بصوا المحشي بفتحه لكم ازاي مفلفل، وحطيت مخلل وبيبسي باكل المخلل بالشوكه. انا بخلص التصوير من هنا والحمد لله. اللحمه بصوا دايبه دوب، العظم بيطلع منها بكل سهوله ازاي. طبعا لو جوزي شاف اللحمه دي نيه هيرميها في وشي. خلاص يا بنات ده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.